أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى حمد العارفين به الشاكرين لأنعمه. اللهم لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد يا ربنا حمدا نستزيد به من فضلك وإنعامك. اجعل لنا حظا مع الحامدين، واجعل لنا نصيبا مع الشاكرين. لا تجعل لنا اسما مع اللاهين ولا مع الغافلين. اذكرنا إذا ذكرنا وذكرنا إذا نسينا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نسأل الله عز وجل أن يبعثنا عليها يوم القيامة. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وأتباعه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أتباع الحبيب النبي، فتعالوا معنا إلى آية من كتاب الله تبارك وتعالى لربما سمعناها مرارا وتكرارا، ولكنها تمر علينا مر الكرام، لأننا لا نقيم
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قف معي عند الآية الآتية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. استمع واعتبر من قرآنك، لأنه لا يخرج من اللسان حرف إلا وكتب عليك، ولا يخرج من اللسان كلمة إلا حوسبت عليها، لأن الذي قال ذلك هو من؟ الذي قال ذلك هو الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. استمع معي، لأن اللسان منا أطلقنا له العنان، نتكلم في الأعراض، نتكلم في سيرة الخلائق، نتكلم عن فلان وفلانة، نشكك في استقامة الناس أو في دينهم، نشكك في كسب الناس أو في أرزاقهم، كل ذلك من اللسان. استمع معي إلى حبيبك محمد. أنا عايزك ايه؟ انت قاعد لما تسمع كلام زي ده خد المعنى لنفسك، وانا اخد المعنى لنفسي عشان نصطلح مع ربنا. لان انت لو عامل حساب انك يكتب عليك كل لفظ من خير او من شر، ما نطق لسانك إلا بما يرضي الله وبذكر الله سبحانه. سيدنا عبد الله بن مسعود هذا الصحابي الجليل يسأل الحبيب محمد، يقول له: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قال: ثم ماذا؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. عايزك تصلي على اللي قال الكلام ده. خلي بالك، حضرة النبي صلى الله عليه وآله الذي آتاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم، أن يسلم الناس من لسانك. تعرف لو أنا وأنت كل واحد حافظ على الكلمة التي تخرج من لسانه، كلنا كنا عشنا في راحة سر، كلنا بقينا في أمان. ليه يا جماعة؟ لأن مهما تكون مصلي، مهما تكون صائم، مهما تكون حاج معتمر متصدق مزكي، ولكنك مغتاب أو نمام أو صليت اللسان، فاعلم أن كل ذلك يمحى بالألفاظ السيئة التي تخرج من لسانك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشاء على رجل كلمة. شوف كلام النبي اللي عايزك تصلي عليه. اقعد مصحصح في الجمعة، لأن الألفاظ التي نسمع والألفاظ التي تخرج من
استمع معي إلى النبي صلى الله عليه وآله. قال: من أشاع على رجل كلمة ليشينه بها. قاعد تقول علي وانا قاعد نقول عليك، قاعد اقول على بيتك، قاعد افضح في زوجتك، قاعد افضح في بنتك، قاعد افضح في عرضك، قاعد افضح في كسبك، قاعد اشكك في دينك. من اشار على رجل كلمة ليشينه بها وهو منها بريء. يعني انت قلت عليها كلمة ومش فيك، وانا قلت عليك كلمة ومش فيك، بس عايز اعمل لك شغلانة. وده اللي حاصل بيننا، وده اللي حاصل في مدارسنا. كل واحد فينا بيدعي المعرفة عن فلان، عن سيرته، عن بيته، عن مشيه، عن كسبه، عن واخد بالك انت عملت ان انت علام الغيوب. من اشار على رجل كلمة وهو منها بريء ليشينه بها، ماذا يفعل له مولانا؟ كان حقا على الله ان يذيبه في النار يوم القيامة. سلم يا رب. ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انظر الى لقمان الحكيم وهو يوصي ابنه، علشان انا وانت، علشان كلنا، علشان في بيتك، علشان زوجتك، علشان اولادك. امسك عليك لسانك، امسكه وامسكه. لما انت قاعد تتكلم على فلان وعلى علان، لا ما ينفعش. الدين بتاعنا ما جابش كده. سيدنا لقمان الحكيم يوصي ابنه، يقول له: يا بني اذا افتخر الناس بحسن كلامهم، اعمل انت ايه يا ولد؟ تعمل ايه؟ اذا كان كل واحد هيفتخر انه عارف وقاعد يتكلم، فافتخر انت بحسن صمتك. افتخر ان انت قاعد ساكت. تعال معايا كده الى ذنون المصري رضي الله تبارك وتعالى عنه. بس عايزك تصلي على النبي وتقعد مركز في الجامع كده. ليه يا جماعه؟ لان احنا لسنتنا بقت مطلوقه على الفاضي وعلى المليان. يا ريتها مطلوقه بذكر الله، يا ريتها مطلوقه بالصلاه على رسول الله، يا ريتها مطلوقه بالاصلاح بين الناس، يا ريتها مطلوقه بالكلمه الطيبه. ما انتش قادر على ده كله، اقعد ساكت، اقعد عشان ما تأذيش الحفظه. لان احد الصالحين قال: والله لو انكم تشترون الورق للحفظه، لو انت بتشتري الورق للحفظه الكرام الكاتبين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، لو انكم تشترون الورق للحفظه الكرام الكاتبين لأقللتم عن كثرة الكلام. كنتش تتكلم ياما. تتكلم في ايه؟ تتكلم في الأعراض ليه؟ بتخوض في الأرزاق ليه؟ بتشكك الناس في دينها ليه؟ يا أخي اسمع كده وشوف الفرق بيننا وبين الناس الطيبين دول، وشوف الفرق بينك وبين الصالحين. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. يقول ذنون المصري: خرجت في نواحي الشام ذات يوم. راجل طالع يتمشى في الشام، بقول: فوجدت روضة، جنينة حلوة،
وبها شاب في وسطها يصلي تحت شجرة تفاح. ركز معايا وشوف الناس، شوف الفرق بيننا وبينهم. شوف ان احنا ليه عندنا البلايا والمصائب، شوف ليه احنا عندنا ضيق في الرزق، شوف ليه عندنا قلق، شوف ليه عندنا نكد، شوف ليه عندنا هم وغم في كل بيت. لاننا مش متعاملين مع ربنا كويس. خدني بالحضن ويا دوب نمشي من قدام، تشتم عليا، اخدك بالحضن ونبقى واكل وشارب عندك واقعد اتكلم فيك طول الليل. ايه ده؟ فبقول فوجدت فيها شاب يصلي تحت شجرة تفاح، فدخلت فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فسلمت عليه الثانية فاستعجل في صلاته وبصلي وراح كاتب بإصبعه على الأرض. ما ردش عليه بقى، كلمش. بقول له سكت اللسان عن الكلام فإنه هدف البلاء وجالب الآفات، فإذا نطقت فكن لربك ذاكر لا تنس واحمده في كل حالات. فبقول سيدنا ذنون بقول فأخذت في البكاء وكتبت له أنا أيضا وما من كاتب إلا سيبلى ويفني الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. بقول فصاح الشاب صيحة فارق على أثرها الحياة. وحد الله كده، فوق يا أخي، نتكلموا على بعض قاعدين نشتغل، وده قليل دين وده راح جهنم وده مش نافع. يا عمي ليه بس؟ ليه بس؟ ليه؟ كلموا ليه على بعض واشتموا ليه؟ شك الناس في دين فلان مجنون. تشوف الناس دول كتبوا على بعض على الارض، كتبوا البعض على الارض، ما تكلموش. فارق على اثرها الشاب الحياه، فاخذت احاول في غسله وتكفينه وتجهيزه، واذا بهاتف يقول لي اليك عنه، تخلى عن غسله وتكفينه لأن الله وعده ألا يتولى أمره إلا الملائكة. شوف الجمال، مالكش دعوة بيه، ملائكة اللي هتغسله وهي اللي هتكفنه. بقول فتنحيت عنه بعد وقلت أصلي ركعتين أركعهما. نروح نصلي ركعتين، نشوف على الملائكة ما تغسل وعلى الملائكة ما تكفي. احنا الملائكة زهقوا مننا. الملائكة من كتر الألسنة اللي شغالة ليه النار تقول في اللي بتعرفه وتقول في اللي ما بتعرفوش، كأنك أصبحت إلها تعلم المفسد من المصلح. بقول فتنحيت عنه وقلت أركع ركعتين، ثم بعد ذلك جئت إلى الموضع الذي كان فيه فلم
حق عند مليك مقتدر. اسمع آية حضرة النبي. الحقيقة يا أحبابي، وأنا دايما نقول زي الإمام الحسن البصري ما قال: خيركم من أهدى إلينا عيوبنا. زعلش من الكلام، خد المعنى النفسي وأنا آخد المعنى النفسي، وأنا آخد أنا المقسوم وأنت المقسوم. ليه؟ علشان كل واحد فينا يمسك لسانه شوية، عشان كل واحد فينا ما يتكلمش في أعراض الناس، عشان كل واحد فينا ما يتكلمش في أرزاق الناس، عشان كل واحد فينا ما يشككش ده مقبول وده مش مقبول، ده عنده دين وده ما عندوش. واخد بالك انت؟ مش شغلتك دي. استمع معي إلى حبيبك محمد بعد أن تصلي وتسلم عليه. قال: من استعمل أو من مشى بين العباد بالنميمة، اللي قاعد تقول ليك سهران، يا اللي قاعد عايز تحلي نفسك تقوم تجيب في سيرة محمد، يا اللي قاعد عايز تحلي نفسك تجيب في سيرة فلان أو فلان. استمع، شوف إذا كان يعجبك الكلام ده وماله، خليك في اللي أنت فيه. شوف النبي قال عليك إيه: من مشى بين الناس بالنميمة جعل الله تبارك وتعالى له يوم القيامة نعلين من جهنم يغلي بهما شعر رأسه. استر يا رب، بتسمع كلام النبي له، وبعد كده يعني انتحوا. من نجاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة على ميقاتها وأن يسلم الناس من لسانه. الراجل لما راح قال له أوصني. قال له إيه؟ بس عايزك تصلي عليه. قال له: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. واسمع لكلام النبي كمان، اسمع لكلام النبي. يا ناس حرام عليكم، يا ناس حرام. ده احنا بقينا نتكلم حتى على اللي عنده مريض، بقينا نقوله من عمله الاسود يستاهل. شمتان فيه، شمتان حتى في المريض، شمتان في الفقير، شمتان في اللي عنده مشكلة. تقول من عمل. يا عم انت مالك، ايش عرفك عمل؟ استمع معي إلى حبيبنا محمد الذي يقول: من يضمن لي ما بين فكيه وفخذيه أضمن له الجنة. سلام يا حضرة النبي. اللي يضمن لي اللي هيطلع من لسانه ويستعمل فرجه فيما أحل الله ويبتعد عما حرم الله، قال: أضمن له الجنة. ولذلك بعض العلماء قال: الله، اشمعنى انت لك لسان واحد ولك اثنين من الأذن؟ لك ودنين ليه ولك لسان واحد؟ قال: حتى تسمع أكثر مما تتكلم. اللي تسمعه أكثر من اللي تتكلم. صليتوا على حضرة النبي. فيا أخي في الإسلام، أمسك عليك لسانك، اتقوا الله بعض، اتق الله واعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كان الشيخ محمود شلتوت رحمة الله عليه قال: حتى كلمتك هاتوا يا اولاد الاكل اسقيني يا ابني بتكتب عليك، عشان لما تلاقي الحاجات البسيطة دي في الدخاين ما تعرفش،
تعرض في ايه بقى؟ اتكلمت على فلان، اتكلمت على فلان، لما تلاقيها مكتوب يقول لك حتى كلمة اكل واشرب هاتوا الغدا يا عيال مكتوبة. واخد بالك؟ واستمع معي الى الامام الحسن البصري عندما قال عن قول الله في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإمام الحسن البصري قال ايه في تفسير الآية دي؟ بس عايزك تصلي على النبي. قال: يا ابن آدم وكل بك ملكان كريمان، ملك عن يمينك وملك عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيكتب حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيكتب سيئاتك، فأقلل أو أكثر. حر، شوف عايز تخلي الهون اللي يكتب جامد. فأقلل أو أكثر حتى إذا مت طوي كتابك وجعل في عنقك في قبرك حتى يخرج لك يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. أحبابي في رسول الله، تأدبوا مع الله وتأدبوا مع رسول الله. امسكوا ألسنتكم، لأن الجوارح تنادي على اللسان كل يوم وتقول: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوجدت اعوجدنا. وعن الحبيب محمد أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال. الحمد لله، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا كما أمر، وأشكر مولانا جل جلاله على كل ما تفضل به علينا وأنعم، ونعوذ به من شرور النفس ومن سيئ العمل، ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا محمد خير البشر. وارض اللهم عن أهل بيت نبيك المصطفى، وعن الصحابة والقرابة والأربعة الخلفاء، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقدوة أهل الصفا. واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أحبابنا في رسول الله، تعالوا بنا نندم على ما فاتنا، ونعقد العزم مع خالقنا أننا لا نعود إلى الذنوب والمعاصي أبدا، لعلمنا أن الله مطلع علينا يسمع ويرى. تعالوا نسأل الله عز وجل، عسى أن يكن منا من هو مستجاب الدعوة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، اللهم اغفر لنا ما أنت أعلم به منا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم اشفي بفضلك أمراضنا، اللهم ارحم بفضلك أمواتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم استر بناتنا ونساءنا، اللهم بارك لنا في أقواتنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في صحتنا وفي ديننا. اللهم ارزقنا أمنا وأمانا في بلادنا وفي ديارنا، ومن أراد ببلادنا سوءا اللهم فانتقم لنا منه. إخوة الإيمان والإسلام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم.
صلاتكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. آتي محمد الوسيلة والفضيلة اللهم المقام الذي وعدته. استووا واستقيموا يرحمكم الله. ساووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. أقبلوا على الله بقلوبكم واخشعوا في صلاتكم وصلوا لله تبارك وتعالى صلاة مودع، فإن الذي يعلم الآجال هو الله. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يا ربنا يوم العرض عليك، ولا تفضحنا يا مولانا بين خلقك ولا بين يديك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام